جايني وفكيت الريسيفر اهو برضو. بصوا التونر يا جماعه، يعني تبصوا كده التونر بتاع بتاع الريسيفر ده التونر المسؤول لما نيجي بنربط زي ما قلت لكم 100 مره، بنيجي نربط زي كده صاموله، نربط وتربط غلط معانا ولا حاجه نسوق نلف فيها شمال ويمين وفوق وتحت. لما بصوا يا جماعه شايفين كده، بصوا يا جماعه شايفين عملت ايه؟ بصوا الرجول اهو. فواحده واحده يا جماعه، يعني بصوا الرجول كلها اتقلعت من مكانها، اتقلعت. احنا بشيلها بالعافيه والله من مكانها بالقصدير. بصوا دلوقتي مقلوعه كلها اهي. طيب واحده واحده وانت بتربط حاجه زي كده اهي كلها اتقلعت، وبص بتعمل ازاي. وبعد كده تيجي تقول لي اصل معرفش الريسيفر باظ والريسيفر فيه مشكله. طيب ما انت بص انت عملت ايه؟ انا دلوقتي انا بايدي ايه اعمله دلوقتي غير ان انا الحن؟ بصوا يا جماعه اتفضلوا اتفضلوا. فواحده واحده يعني انت بتعمل حاجه زي كده، لو ما رضتش معاك دي كويس اربط عليها بالراحه وسيبها شويه واصبر لحد ما تشتغل معاك والدنيا تبقى زي الفل. زي ما بتجيني كده وربك يستر. يعني بعد ساعات في حاجات جوه هنا انت مش واخد بالك منها، جوه هنا في الحاجات دي يعني بص ممكن ما تاخدش بالك منها خالص، ممكن تطير في حاجه زي كده وتخرب الدنيا معاك وترمي الرصيفر. فدلوقتي هرجعه مكانه زي الطبيعي خالص مكان الرجول، ونلحم عليه تاني من جديد ونظبطه خالص وان شاء الله. بس لازم انا بعمل فيديو معاك واوريك عشان خاطر تبقى واخد بالك وتبقى عارف احنا بنعمل ايه في كل حاجه قدامنا عشان تاخد بالك منها. وما تنساش لايك وشير وصلي على النبي.